وينزلوا على الفيسبوك بتاعه، ده الله يخرب بيت الفيسبوك ده اللي خرب الدنيا. الوليه يا برديس بترقص هي لا مش امي يا وائل، دي واحده صاحبتي، وانت جايبني ناس تشتمني، ده كويس ما ضربوكي والله العظيم لو انا كنت جبتها من شعرها. يا وائل الناس يا وائل. يا رئيس مكتب الاداب تاني، يا رئيس مكتب الاداب، حضرتك شغلتك دي زي ما جبت بهجت ده الظابط ده وقلت مش عارف ايه، دي شغلة حضرتك. لما تشوف على الموقع واحده لا مؤاخذه مطلعه لا مؤاخذه وورا لا مؤاخذه وعامله بتاع في بقها لا مؤاخذه، حضرتك مش قادر تقبض عليها، روح. انت مش عارف يعني بوليس الاداب معني بده طبعا بالكليبات ومشاهد المسلسلات طبعا. بص دعوه للفجور، فعل فاضح علني، دي جرايم في حاله تلبس. قاعد عامله ايه ده؟ انزلنا ساعات حزني. طب شوف انا بعمل ايه والبنت الغلبانه اللي قفشوها دي وحبسوها ما عملتش سيب ايدي سيب ايدي. سيب ايدك مين؟ ده سيب مش عارف ايه وسيب ايه وامسك ايه، ده انتوا سنتكم سودا والمصحف سنتكم سودا يا وزير الداخليه. ده جزء من فساد مجتمع، النسوان دي تتجاب. تعالى يا بنت وهي. طب ما هو في من تحمل اسم فنانه كبيره وفنانات كبيرات هنتكلم فيها دلوقتي، ده لسه بقى دي هنتكلم فيها دلوقتي في المسلسلات. خلينا دلوقتي في ايه؟ اني شاكيره مين زفت التيم يخرب بيتكم بيت اهاليكم. انتوا مين؟ انتوا جيتوا امتى؟ انت شايف ان ده مكانه بوليس يا بيه كده زي البت بتاع سيب ايدي، تعالى امسك البتاع بتاع البت دي وكله نفخ في ايه؟ البتاع ده في ايه والشفت فيها بت وهي يعني كل دي قضايا يا بيه. تاني بقول يا وزير الداخليه من فضلك عندك اداره مكافحه الاداب، اول ما يجي الموقع حضرتك كده عندك المكافحه دي تبص على المواقع، اول ما تلاقي البت بتعمل كده تعالي يا حبيبتي بقى، تعالي وريني بقى، تعالي افسيكي